السلام عليكم. الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم والاحداث التاريخيه اللي غادي نهضروا عليها كتجيني من اهم الاحداث اللي دازت في التاريخ ديال المغرب، حيتاش بسببها المغرب كيكون هو واحد الدوله مميزه في شمال افريقيا وعموما الدول العربيه، حيتاش هو كيبقى هو الدوله الاسلاميه الوحيده اللي ما كانتش خاضعه للحكم العثماني بالفضل ديال المعركه اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو هذا. كنهضر على المعركه ديال واد اللبن. باش نفهموا الاحداث ديال هاد المعركه وداكشي كنصحك انك تفرج واحد الفيديو كنت سبق لي عملته يلا هادي واحد اليومين على الوطاسيين. ملي غادي تفرج في الوطاسيين غادي يكون عندك واحد التسلسل ديال الاحداث منطقي وغادي تعرف علاش وقعت هاد المعركه هادي. اذا كان فيك ما تفرج عادي دخل معنا نيشان في هاد الفيديو ان شاء الله غادي تفهم. المهم هاد الفيديو فيه بزاف ديال المعلومات، ركز معايا وان شاء الله غادي تفهم ونيشان ندخلوا في الاحداث بلا ما نتعطل. يلا. في المره الاخرى كنا خلينا بلي ان المغرب كانوا كيحكموه الوطاسيين، ولكن الحكم ديالهم ما كانش كامل المغرب، بحيث انه كانوا كيحكموا غير واحد الجزء هكذا بسيط، والمناطق الاخرى كانوا فيها امارات مستقله ومناطق فيها غير السيبه. بقات الوضعيه بحال هيداك ملي مات محمد الشيخ المؤسس ديال الدوله الوطاسيه، خلى ولادو وخاه كيدابزوا على الحكم، الحاجه اللي خلات ان الدوله الوطاسيه تزيد تضعف وتكون في وضعيه هشه. في نفس الوقت في سنه 1510 السعديين بداو كيطلعوا من الجنوب وكيحققوا نتائج قويه على الارض وكيحرروا مناطق اللي كانت محتلها البرتغال. في هذا الوقت هذا بداو كياخذوا تأييد وشعبيه من عامه الناس، حتى لدرجه انهم قدروا يحاصروا فاس في سنه 1549 ويسيطروا على الحكم ديال المغرب تحت يد محمد الشيخ المهدي. ماشي محمد الشيخ ديال الوطاسيين، هذا محمد الشيخ المهدي. واتخذوا من مراكش العاصمه ديالو، وحدوا المغرب وصافي سالوا مع دوك الممالك الصغرى اللي كانت كاينه في المغرب، ورجع المغرب كامل تحت الحكم ديال السعديين. وهنا العثمانيين اللي كان دائما عندهم اطماع انهم يدخلوا المغرب وكان عندهم علاقه مزيانه مع الوطاسيين ومع دوك الامارات الصغرى اللي كانت في المغرب، بحال اللي كان واحد النوع ديال البيعه، ماشي بيعه ولكن المهم كانوا متفاهمين مع دوك الممالك، بغاو يعملوا نفس الحاجه مع السعديين. وتماك السلطان العثماني سليمان القانوني في سنه 1549 سرد السفير ديالو محمد الشيخ المهدي وقال له بارك له زعما على انه وصل للحكم ديال المغرب ووحد المغرب، وطلبوا باش انه يبايعوا بحال اللي كانوا عاملين السلاطين اخرين ويكون زعما والي على المغرب ولكن تحت الحكم ديال العثمانيين. تماك طبعا محمد الشيخ المهدي رفض هذا العرض هذا وعصبوا هذا بحال انه زعما السلطان العثماني كيستهن به، فجاوبوا بواحد الرد. محمد الشيخ المهدي قال لذاك السفير العثماني مشي عند السلطان الحواته ديالكم، هذا المصطلح سنقول لك علاش قالوا لهم، وقول له باللي انا نتلاقاو ان شاء الله في مصر. يعني زعما الدوله السعديه غادي تبقى تمتد وتدي الاراضي العثمانيه اللي كانت في شمال افريقيا حتى يوصل لمصر. وباش نشرح لك علاش قال له السلطان الحواته، حيت في ديك الوقت الدوله العثمانيه كان عندها اكبر اسطول بحري، يعني دوك الباطوس ديال الحرب وداكشي، كان عندها اكبر اسطول بحري، وبحال اللي زعما باش يتهكم محمد الشيخ المهدي على السلطان سليمان القانوني وصفوا بالسلطان الحواته زعما هو السلطان ديال دوك الباطوس ديال الحرب وداكشي. وتماك طبعا السلطان سليمان القانوني ما عجبوش الحال وغادي تشعل بيناتهم قضيه باقه طويله. السلطان سليمان القانوني من بعد ما وصلوا الرد ديال السلطان المغربي طبعا ما عجبوش الحال وبدا كيوجد الطريقه كيفاش غادي يرد عليه. هو اصلا كان بدا كيتخوف من تنامي النفوذ ديال محمد الشيخ المهدي في المنطقه شمال افريقيا، وكان كيخاف انه يهدد النفوذ ديال العثمانيين في هذه المنطقه هذه. تماك العثمانيين استغلوا الوطاسيين اللي من بعد ما دخلوا السعديين فاس هربوا من فاس ومشاو للاياله ديال العثمانيين في الجزائر، وبحال اللي نقول لك عملوا واحد اللجوء سياسي عندهم. وفي هذه الفتره هذه مولوهم وعطاو لهم السلاح وقالوا لهم مشيو للمغرب ورجعوا الارض ديالكم اللي داوها لكم السعديين. وفعلا الوطاسيين تحت القياده ديال ابو حسون الوطاسي اللي عملوه العثمانيين على انه هو السلطان ديال الدوله الوطاسيه نجحوا انهم يدخلوا للمغرب ويرجعوا الحكم ديالهم في فاس. ملي رجعوا هتكون هذه هي الفتره اللي نقدر نقول لك ان المغرب كان تحت الحكم ديال العثمانيين واحد العام من 1553 حتى 1554 كانوا العثمانيين عندهم واحد الحكم من خلال الوطاسيين في المغرب.
ولكن العثمانيين في الفتره، في هذا العام اللي كانوا يحكموا المغرب، كان عندهم بزاف ديال المشاكل مع المغاربه. فالنظام ديال الحكم ديال العثمانيين وايضا الطباع ديال العثمانيين كانت مختلفه بشكل كبير على الطباع ديال السكان ديال المغرب في ذاك الوقت، بحيث ان السكان ديال المغرب كانوا واحد السكان محافظين وعندهم تعاملات اللي كانوا مولفين بها في الحكم ديالهم، الممالك اللي كانوا كيدوزوا عليهم. اما العثمانيين فكان عندهم انفتاح كثار، وعندهم بعض الحاجات اللي المغاربه في ذاك الوقت كانوا كيعتبروها انها اخلال بالحياء وداكشي. فبداو كينوضوا بزاف ديال الثورات ضد ابو حسون الوطاسي، وكيطالبوا باش انه يجري على العثمانيين من المغرب. وبفعل هاد الضغوط هادو، ابو حسون الوطاسي عطى فلوس للعثمانيين وطلب منهم انهم يخرجوا من المغرب. وبمجرد ما ان الحمايه العثمانيه صافي خرجت من بعده من ابو حسون الوطاسي، ابو حسون الوطاسي اصلا ما كانت عنده حتى شي قوه. وتماك في 1554 محمد الشيخ المهدي السلطان ديال الدوله السعديه غادي يستغل عاوتاني الفرصه، وغادي يرجع الحكم ديالو، وغادي يوحد المغرب مره اخرى. محمد الشيخ المهدي من بعد ما نجح انه يرجع الحكم ديالو، يوحد الدوله السعديه مره اخرى، شاف بلي ان عنده جوج ديال التهديدات اللي كتهدد الحكم ديالو. تهديد اللي كيجيه من الشرق ديال الدوله العثمانيه، وتهديد اخر اللي كيجيه من الشمال ديال الاسبان. وشاف بلي انه ما يقدرش يواجه هاد جوج التهديدات في نفس الوقت، فقرر انه يعقد واحد الصلح مع الاسبان باش يركز غير على جهه واحده. وفعلا في الفتره اللي جات موراها قدر انه يوسع النفوذ الحكم ديالو في الجنوب. ولكن العثمانيين ما كانوش ناسينه، وكانوا كيوجدوا شي طريقه كيفاش باش انهم يتهنوا منه. وفعلا في سنة 1557 قدروا أنهم يدخلوا بعض العملاء ديالهم وخدموهم قرابين من النطاق ديال السلطان محمد الشيخ المهدي، وقدروا أنهم يدبروا واحد الاغتيال ديالو وقتلوه وقطعوا الراس ديالو وداوه كهدية للسلطان سليمان القانوني. وكثار ليلو من بعد ديك الإهانة ديال السلطان الحواتة وداك الشيء كامل اللي وقع ديال الصراعات، والسلطان سليمان شبر الراس ديالو وعلقوه في الباب ديال قصار ديالو كعبره للحكام الاخرين اللي كيبغيو انهم يخرجوا على الحكم ديال العثمانيين. هنا من بعد ما تقتل محمد الشيخ المهدي، الظروف ديال الحكم في المغرب بدات كترون، وطلع من بعد محمد الشيخ الابن ديالو عبد الله الغالي بالله، اللي كان باقي ما عندوش خبره في الحكم، ولكن كان عنده كره شديد للعثمانيين اكثر من بابه، حيتاش العثمانيين قتلوا الاب ديالو وهانوه بديك الطريقه ديال انهم قطعوا الراس ديالو وعلقوه باش الناس يعتبروا بالراس ديالو. العثمانيين من بعد هذا الفعل هذا كانوا كيظنوا بان المهمه ديالهم باش انهم يضموا المغرب للحكم ديالهم رجعت سهله، حيتاش الحكم تشتت في المغرب وغادي يدخلوا بشي طريقه سهله. تماك امروا الحاكم ديال الاياله ديالهم في الجزائر انه يوجد الجيش ويقصد المغرب عبر الاسطول البحري ديالهم، يعني ما دخلوش عن طريق الاراضي، ولكن داروا دخلوا من خلال السواحل ديال المغرب، وبداو كيدخلوا المغرب بشويه بشويه. وملي وصل لفاس باش يتحارب مع السلطان عبد الله الغالي بالله، كان كيتوقع بلي انه المأموريه ديالو غادي ترجع سهله، حيت العثمانيين اي حرب كانوا كيدخلوا لها بهدف انهم يضموا شي مطعن للحكم ديالهم كانت كتكون فقط مساله وقت وصافي كيضموا ديك المنطقه. ولكن ملي وصل جبر المفاجاه اللي ما كانش كيتوقع، جبر جحافل ديال الناس اللي كانوا انضموا للجيش السعدي، قبائل اللي عمرها ما كانت في وفاق وفي اتفاق مع السعديين، انضمت للجيش ديال عبد الله الغالي بالله كتضامن معاه كتعبير ان الرفض ديالهم من داك الفعل اللي عملوه العثمانيين. فالمغاربه واخا كانوا عندهم خلافات بيناتهم، ولكن داك الفعل ديال ان العثمانيين قتلوا السلطان ديالهم وقطعوا الراس ديالو وهانوه بديك الشكل طبعا ما قبلوهاش، وكاملين بهم تجمعوا حتى العامه ديال الناس اللي جا غير بالشاقور، اللي جا بالمنجل، كلشي جا باش انه يحارب في هذه المعركه اللي غادي تخلي المغرب من بعد انه غادي يكمل مستقل على العثمانيين. بدات المعركه في واحد الواد اسمه واد اللبن، والمعركه كانت في الصالح ديال المغاربه، بحيث انه الجيش ديال العثمانيين من بعد ما شاف راسو انه كيخسر
بسرعه ما انه انسحب ورجع في حاله عاوتاني عبر الاساطيل ديالو، رجع في حاله للجزائر. وتماك العثمانيين من ذاك الوقت من بعد هذه الخساره المذله رجعوا كيخافوا انهم يعاودوا يرجعوا المغرب، حيتاش كيخافوا عندك يتعاود هذا السيناريو، وكانوا كيحاولوا انهم يحفظوا الماء ديال الوجه ديالو. ومع الوقت واخا كانت المغرب كيجيه فترات ديال الضعف، حتى العثمانيين كانوا كيشوفوا بلي ان صافي ما بقاش عندهم واحد الاولويه ديال انهم يسيطروا على المغرب، وهكذا المغرب بقى حتى لدابا، حتى الفتره ديال الاستعمار بقى مستقل الى حد ما. والحكم العثماني كان حدو الجزائر، وكان دائما واحد الصراعات حدوديه مع العثمانيين، مره حنايا ندخلوا مره هما يدخلوا، ولكن الحكم في المغرب كان دائما بقى مستقل. المهم هذه هي الخلاصه ديال معركه البن، الاسباب ديالها كيفاش وصلنا لها. نتمنى ما تكونش جاتكم معلومات ونكون دوختكم. اذا عجبكم الفيديو عملوا جيم وبارطاجيوها مع صحابكم. اذا كنتوا باقي ما عملتوش ابوني عملوها، ونتلاقاو في فيديو اللي ماجي ان شاء الله.